السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاية النهاردة أجاوب على سؤال سألته على الخاص، وكنت مركزة جدا إن لازم أجاوبه. إمتى أبدأ تأسيس مع ابني؟ أنا ابني بقى عنده 3 سنين ولسه ما بدأتش. أنا كده صح؟ أنا كده غلط؟ طب المناهج بقت صعبة؟ طب المفروض نبدأ تأسيس مع الولاد من هم لسه بيرضعوا؟ لا طبعا، الكلام دوت يعني مش مستاهل إنك تخافي خالص. ومادام قررتي تبدأي، مكان ما أنت واقفة ابدأي فورا. يعني ما تردديش وابدأي. انا بالنسبه لي شايفه ان السن الذهبي لتاسيس الطفل بيبدا من 3 سنين ونص ل4 سنين. بس طبعا في فروق فرديه، في طفل ممكن يبدا قبل ال3 ونص، وفي طفل ممكن يعدي ال4. لا ده يعمل لي مشكله ولا ده يعمل لي مشكله، انا اللي بشوف قدامي وبحكم على الطفل حسب ذكائه وحسب قدراته. طيب امتى اقول ان انا ابني جاهز انه يمسك القلم ويكتب الف بشكل طبيعي، يكتب باء بشكل طبيعي؟ لما يكون اول حاجه ابنك بيقدر يقعد معاكي لمده 10 دقايق مركز، 10 دقايق قاعد مركز معاكي ومستوعب اللي انت بتقوليه، بدأ يقعد 10 دقايق. تاني حاجة قدر ان هو يمسك القلم بشكل صحيح، وحضرتك علمتيه ازاي يمسك القلم. طيب ازاي يمسك؟ هبدأ معاه تأسيس. الموضوع والله العظيم سهل، واهم قاعدة ان انت تكوني مؤمنة بابنك ومؤمنة بهدف عايزة تحققيه عشان تقدري تحققيه، وانا معاكي. طيب تمام، انا هبدا اعمل ايه يا مس ايه؟ اول حاجه، انت ابنك بيبتدي يمسك الالوان. علبة الألوان بتكون عندك أساسية، والورق الأبيض أو السكتش بتاع الرسم ده أساسي، وبيرسم وبيشخبط. واللي هو المهم، أنت هدفك الأساسي اللي الطفل ما يعرفش عنه حاجة، إنك أنت عايزاه يمسك القلم صح. لكن هو بيشخبط يعني بيمارس حاجة هو شايف إنه بيعمل فيها، بيلعب بحرية. فابنك بيشخبط عادي عشوائي، دي بداية المرحلة. بس أنت مركزة في المرحلة دي، حبيبي عايزين نمسك القلم بشكل صح. في اطفال، عشان برضو ايه، في اطفال بتكتب بايديها الشمال وده طبيعي. بنعرف ازاي؟ انت قعدتي تحاولي معاه انه بيمسك القلم بايده اليمين، مفيش فايده، حاولتي بدل مره 10 مرات ومفيش فايده. خلاص، اذا هو طبيعته انه يكتب بايده الشمال. واللي عايزه اقول لحضرتك، والله معظمهم بيكونوا عبقره اللهم بارك. فعادي جدا، ما دام دي طبيعته عادي بنمشي معاها. احنا حاولنا ولقينا ان مفيش حل، هو بيكتب بالشمال، فده طبيعي ما يخوفكيش خالص. طيب بعد ما ابني كان بيشخبط بشكل عشوائي، ايه اللي بعد كده؟ هتبتدي بعد كده تقولوا له انه في اشكال هندسيه. عندنا حاجه اسمها دائره، عشان انا بجيب لك رسومات سهله، مش عايز حد بروفيشنال وعايز حد بسيط خالص. هاتي الطبق بتاعك واعملي بيه دايره سهله خالص. اعملي له مثلث، اعملي له مربع. قولي له بص بقى، انت كنت هنا بتشخبط بشكل عشوائي وبراحتك، هنا بقى انا هحط لك قواعد هتلتزم بيها، بمعنى انك هتلون برضو، بس هتلون جوه الشكل، ما تطلعليش بره الاطار بتاع الدائره، ما تطلعليش بره الاطار بتاع المثلث، ما تطلعليش بره الاطار بتاع المستطيل او المربع، ايا كان الشكل اللي انت عاملاه. اذا انت بدات تحطي له قواعد للحاجه اللي هو بيعملها، ما بقتش عشوائيه زي ما هي. فبقى حريص انه ايه، يطلع بره تروحي مسحاله تقولي لا مش عايزين نعمل كده، احنا هنلون جوه. وهنا انت بتاكدي مش هدفك التلوين خالص، انت هدفك انه يتعلم ان انت لما تدي له اوردر ينفذه من غير اخطاء. بقى عنده دلوقتي تعليمات او اوردر معين ان هو بيحققه، ان هو بيلون جوه الشكل وما بيطلعش بره. ولو هو حريص جدا انه ما يطلعش بره، وانت لما بيطلع بره تمسحي عشان ده حاجه مش صح، احنا مش عايزينها. هنا انت ممكن تتذاكي شويه وتقولي ايه، اللون اللي انت ماسكه ده لون ايه يا محمد، اللون ده اللي انت ماسكه ده لون ايه يا محمود. فانت هنا بدات تعلميه الالوان، بدات تعلميه الاشكال الهندسيه. مش ده هدفك الاساسي، بس انت بتنمي دماغه وبتكبري، بتوسعي مداركه وانت ماشيه. طيب تمام، خلاص هو كده المرحلة العشوائية عملها، بدأت تديله اوردر او تعليمات معينة بدأ ينفذها. تمام، خدي في الشخبطة العشوائية دي وقتك، وخدي في التلوين المشروط بشرط معين انه ما يطلعش بره، خدي برضو وقتك، مش عايزة سرعة في اي حاجة. انا بتعامل مع الطفل اللي بيتاسس ده ان حضرتك بتحطي العمدان، لو حطيتي العمدان دي قويه، يعني العمدان بتاعه البيت بتاعك قويه وشديده، انت بتعرفي تطلعي بالبرج مش بالعماره. لو العمدان دي اساسها مش سليم، هترجعي للعمدان دي بدل المره 10 مرات، فمش هيبقى في اي انجاز. فمرحله التاسيس دي اهتمي بيها، عشان انت اللي هي دي اللي هتجني ثمارها فعلا. تمام. طب بعد دي وبعد دي هنبتدي نقول له ان في خطوط. ممكن ارسم هنا مثلا بنوته على انها مثلا الام، وهنا ارسم ورده واقول له يلا هنوصل الورده دي ايه بالام. انا برسم رسم عشوائي طبعا، وانت اعملي اي حاجه. تمام. فتقولي له يلا هنوصل الورده دي بالام، وتعملي له مثلا ايه خط مايل كده هيمشي عليه، فتقولي له يلا انت هتمشي عليه عشان توصل الورده الايه بالام. فانت كده عرفتيه ان هو هيعمل خط. هترسمي نفس الرسومات دي او اي حاجه، بس هتعلميه الخط الايه المستقيم اللي هو الدايركت ده. تمام. مره كده مره كده، ايه اللي هو خطوط كتير، يعني مره خط اللي هو ايه الدايره ديت، عشان الدايره دي بتعلمه حرف السي، بتعلمه لفه الجيم، بتعلمه لفه الحاء. فهماني هتحتاجي اللي هي اللفه دي. فانت خلاص بداتي تعملي له خطوط كتير وبدا يمشي عليها. وعلى فكره لو دخلتوا على جوجل هتجيبوا اوراق عمل فيها الخطوط دي بسهوله جدا.
مش محتاجه يعني حد متخصص يعملها ولا حاجه، هتطبعي له 10 15 ورقه يشتغل عليهم يا ست شهر كامل. المهم بقى يمشي على الخط مظبوط. هنا ابنك خلاص بقى جاهز، بسم الله ما شاء الله، مسك القلم كويس. انت اتكلمتي معاه وبقى عنده ثقافه كده، وبقى يعرف يقعد على الطبليه اللي بيذاكر عليها، المكتب اللي بيذاكر عليه ايا كان، المهم هو بقى بيقعد معاكي يذاكر. تمام. هتبداي بقى حضرتك تعلميه حرف، اول حرف من حروف اللغه العربيه اللي هو حرف الايه؟ الالف. والله لو الطفل انت بادئه معاه وهو صغير، يعني انت بادئه معاه 3 سنين ونص او قبل كده، ممكن تقولي له ان دي لوحدها كده اسمها همزه. وبالمناسبه انت وانت بتعلمي الخطوط بتتفقوا على شويه مصطلحات، زي مثلا كده خط نايم، كده خط واقف، كده خط، فاهماني؟ انت بيبقى في ما بينكم ايه، مصطلحات انتوا بس اللي بتستخدموها عشان تحققوا اللي انتوا عايزينه. فانا ما عنديش مشكله انك تعلمي ابنك الهمزه الاول. هنا في امهات بتقول لك انا اديت ابني الالف يا مس ايه وبرده اجي اديله الباقي الانسي. انت بقى محتاجه انك تستخدمي حاجه مختلفه، ابنك ده عايزك تشغلي حواسه شويه. طب هنعمل ايه يا مس ايه؟ هاتي يا ستي حطي فيه رمل ويمسك خشبه كده ويكتب حرف الالف على الرمل. هاتي سلايم، هاتي صلصال، وابنك يرسي يشكل الحرف. ما اعتقدش ينفع ينساه بعد الموضوع ده. طيب تمام. انا ببتدي اقول لابني ان الالف اهو، وخلوا بالكم الكراسه بتاعت الخط بتاع الكراسه بيكون كده، الالف ده بيكون فوق الكراسه وعلى راسها الايه؟ الهمز. ده اسمه ايه؟ اسمه الف. ده اسمه ايه؟ اسمه الف يا حبيبي. ده اسمه ايه؟ الف. وانا مش عايزاكي برضو اللي هو املالي الصفحه بالالف، ده مش هدفنا خالص، بس يكفي انه يكتب 5 مرات او 6 مرات الف بشكل صح. خلاص يا حبيبي ده اسمه الف. طب تمام. مش عارف ايه، في ناس بتقول لك انت لما تديله الحرف اديله باصواته. انا شايفه ان دي مدارس، المدرسه اللي بتقول لك اديني حرف الالف فتحه وكسر وضم وكده، والباء بشكل بنفس الطريقه. انا شايفه ان المدارس دي بتبدا من العام وتخش على الخاص. انا مش مع المدارس دي. ليه؟ الطفل الذكي هيجيب لك كل الاصوات وهيبقى تمام، الطفل اللي قدراته اقل شويه هيتعب معاكي. فانا شايفه انك تديله الف بس ويكفي من الدنيا انه يعرف الالف حاليا. تمام. بعد كده لان ده بيمشي مع الكل. خلاص خدنا الالف وبقينا تمام فيه. الحصه اللي بعديها يا حبيبي يلا هناخد حرف الباء. هتبتدي هنا تخش في مصطلح جديد اسمه فوق وتحت. حرف الباء ده فيه نقطة واحدة. في كام نقطة يا حبيبي؟ واحدة. هنا انت اديتي له برضو حاجة جديدة اسمها النقطة. فالنقطة فين؟ النقطة تحت. يبقى انت عرفتيه اتجاه جديد وعرفتيه مصطلح جديد اللي هو النقطة وتحت. ده اسمه باء. ده اسمه باء. طيب انا دلوقتي بقى عندي حصيله ما شاء الله، ده عرف الالف وعرف الباء. هتعملي ايه؟ هتعملي تيست اسمه ايه؟ انا عن نفسي بفضله اللي هو اصل الحرف بما يشابهه. فتقولي له تكتبي له الف وتكتبي له الباء وتكتبي هنا الباء وتكتبي له هنا الالف. يلا وصل لي الالف بالالف ووصل لي الباء بالباء. اظن سهل خالص. هتيجي في تيست تاني تكتبي الف وتكتبي باء وتكتبي جيم وتكتبي حاء وتكتبي خاء، اي حاجه، وتقولوا له اعمل لي دايره على حرف الالف. هيدور في وسط ده كله وهيعمل لك دايره على الالف. هتعملي نفس التيست ده بس المره دي ب. هنعمل ده مع كل الحروف من الالف لحد الياء. طب انت بقى ابنك عارف الحروف من الالف للياء، هتعملي له امتحان صغير كده، واسمحوا لي ان انا اسميه امتحان، هنقول عليه تقييم، هنقول عليه نشاط مع اختلاف المصطلحات، الا انك انت عايزه تتاكدي ان ابنك عارف الايه من الالف للايه للياء. هتعملي ايه؟ اول حاجه هتقولي له اكتب لي من الالف للياء. هيكتب. تمام. كتب لك الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال وهكذا لحد الايه حرف الياء. بعد ما كتب هتروحي جايه انت بشكل عشوائي كده وتقولي له ايه ده اسمه ايه، ده اسمه ايه، ده اسمه ايه، ده اسمه ايه. وكل بقى ما يقول على كلمه صح نجمه بقى وتسقفي له. عارفه اعملي مهرجان. انت خلصت الحروف. ده ليفل الوحش بالنسبه لي والله. خلصنا الحروف. طب تعالى بقى نتملى املاء ايه عشوائي. اكتب لي هنا جيم، اكتب لي هنا حاء، اكتب لي هنا خاء. هنا الدكتور بتاعك نجح، هنا الدكتور بتاعك نجح. اللهم صل على النبي. 100 100. هتبتدي برضو تقولي له ايه، تعملي له مثلا 3 4 حروف اللي هو مثلا جيم حاء خاء، بالذات المتشابهين اللي هو السين والصاد والساء، اللي هي الحروف اللي هي ممكن يلخبط الولاد مع بعض، اللي هي الزال والراء والزاي والدال. وتقولوا له هنا ايه، ضع دائره على حرف الحاء، ضع دائره على حرف الصاد، ضع دائره على حرف الايه الراء. طلعنا من التستات دي. يعني شوفي سيبي نفسك لافكارك وهاتي افكار جديده واعملي واديني افكارك في الكومنتات عشان توصل للناس كلها. هنا ابنك طلعنا من الليفل ده ان ابنك عارف من حرف الالف لحد حرف الياء، مش بالترتيب، عارف ان الحرف ده ليه اسم. يبقى احنا في المرحله دي عرفنا ان احنا عندنا حروف في اللغه العربيه وعرفنا اسم كل حرف. الفيديو اللي جاي هشرح لك بقى ايه المرحله اللي بعد ما ابنك عرف الحروف من الالف للياء.